لما تفكري تعملي تتبيلة للمشويات سواء لحمة او فراخ، ما تفكريش بس قد ايه التتبيلة لازم تبقى مميزة، انت كمان لازم تفكري انت هتعملي ايه جنب التتبيلة دي. اصل الشيء لزوم الشيء يا جماعة. يلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك كتير. اول حاجة معايا بعمل تتبيلة زي ما قلت لكم، تتبيلة مميزة جدا: بصل، طماطم، فلفل حار، معلقة كبيرة من الصلصة، شوية بهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، كمان السبع بهارات ونعناع جاف، وكمان هضيف عليهم معلقة صغيرة من القرفة. هضيف ليمون كتير لان اي تتبيلات بنعملها بتبقى الليمون فيها واضح وظاهر، بيدي طعم حلو قوي. كمان هضيف معلقة واحدة بس من الخل، وانا الحقيقة ما كانش عندي عسل نحل فروحت جبت الباكو الصغير اللي انتوا شايفينه معايا ده. هضيف كمان حاجة مميزة جدا لتتبيلة المشاوي وهي خلطة المشاوي من ماجي. طيب يا نشوى انا ما عنديش ولا خلطة مشاوي ولا عندي كمان عسل، ولا يهمك خالص، ما تضيفوهمش، هو كده كده التتبيله اللي احنا عاملينها هتبقى مميزه جدا جدا. بعد ما بتضربيهم حلوه قوي وتخليهم كده جوسي خالص كده زي ما انتوا شايفين معايا، بتبتدي ان انت تصفيها. والخطوه دي مهمه جدا جدا يا جماعه، لان انا مش عايزه اي حاجه غير شويه الميه اللي انتوا شايفينهم دول. باخد منهم نص كوبايه وهقول لكم ليه دلوقتي حالا. زي ما اتفقنا في اول الفيديو، التتبيله اللي احنا بنعملها ممكن تتبلوا بيها فراخ، ممكن تتبلوا بيها لحمه او بانيه زي ما انا بعمل كده، او بلاش اقول بانيه عشان في ناس بتزعل، قصدي صدور الفراخ الفيليه. طيب ينفع نتبل بيها لحمه مفرومه؟ ما ينفعش تتبلي بيها كفته، لا تتبيله الكفته هقولك عليها في فيديو تاني. بعد ما بتتبليها يا ريت بقى كل ما تسيبيها في التتبيله اكتر كل ما تاخدي طعم اقوى جدا جدا. بعد كده هندخل على اشهر حاجه بتعملها المحلات، وهي ايه؟ هي السلطه كده الجميله دي اللي احنا بنلاقيها في المحلات المشاوي، منبقاش عارفينها هم عاملينها ازاي. انا الحقيقه كنت بتلخبط، بس هقول لكم بيعملوها ازاي. كل الموضوع سهل جدا: شويه خضار، خيار على طماطم على بصل على فلفل، بيجيبوا بقى ايه؟ ميه ساقعه عليها تلج ويضيفوا عليها بابريكا، كمون، فلفل اسود وملح وفص واحد بس من الثوم، بيضيفوا عليها كمان معلقه واحده بس من الخل وليمون كتير زي ما قلت لكم. يبتدوا يدوبوا كل الكلام ده. عارفين هنا السر في ايه؟ لو شاطرين تقولوا. السر هنا في الميه الساقعه والتلج، لان هو اللي هيحافظ على الخضار بتاعنا ويخليه بيقرمش على طول. بعد كده بيضيفوا ليه شويه من البقدونس على الشبت، وكمان شويه شطه لو بتحبوا الحاجات مشطشطه، وتحتفظي بيها في التلاجة. اوعي تسيبيها بره التلاجة، دي بتدخل التلاجة على طول. وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. معايا كمون وفلفل اسود وملح، معلقتين من الخل او معلقه كبيره واحده بس من الخل، ومعلقه واحده بس من الزبادي. كمان بضيف ليهم معلقتين كبار من الطحينه، وعلى فكره اي طحينه انا بستخدمها ببقى عاملاها ومحضراها في البيت. بضيف عليهم ميه، بس الميه اللي انا ضفتها دي ميه ساقعه، لان الطحينه ما تحلاش غير بالميه الساقعه. وتفضلي تدوبي تدوبي لحد لما توصلي للقوام اللي انت شايفاه معايا ده. رشه بقى بابريكا او شطه وكمون من فوق الوش، وتاكلي احلى سلطه طحينه مع المشاوي. تعالوا نروح نشوف عملنا ايه كمان. باقي علبه الزبادي مش هنرميها اللي احنا اخدنا منها معلقه، لا هنضيفها ونضيف عليها بقى كمون وملح وفلفل اسود. كمان هنضيف عليها معلقتين من الخل او معلقه كبيره من الخل. كمان هنضيف عليهم الليمون يكون كتير، وفلفليه تكون سبايسي كده عشان تحلي الطعم. بضيف عليهم كمان معلقتين كبار من الزيت، وممكن هنا تستخدموا زيت زيتون، ومعلقتين كبار من الطحينه. انا ليه بقول لك اعملي الطحينه في البيت؟ لان سعرها الحقيقه يعني الحق يتقال ان سعرها بقى غالي جدا، فانت الاوفر انت تعملي كميه كبيره في البيت. بجيب البتنجانيه المشويه اللي انا شويها الحلوه دي، واضرب كل المكونات مع بعض، وزينها كده من فوق الوش بشويه زيت على شويه خضره، وتاكلي احلى بابا غنوج مع المشويات. انا متهيالي ان احنا هنسيب المشويات وهنقعد ناكل في السلطات اللي انا عملتها دلوقتي دي. طيب في هنا بقى حل من الاتنين، ممكن انت تختاري انت عايزه تعملي ايه. يا اما تاخدي بقى التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها دي وتشويها على الفحم، او تعمليها على الجريل اللي تحبيه. بس لو هتعمليها على الجريل، بعد ما تاخد صدمه على الوش ده وصدمه على الوش ده، بتجيبي نص كوبايه اللي احنا بقى عيناها بتاعه التتبيله دي، وتروحي ضيفاها وتسيبيهم على نار متوسطه لحد لما تتشرب من الصوص كله، وتاكلي وتقولي الله عليكي يا نشوتي، وتسلم ايدك يا نشوتي. حاجه كده فظيعه يا جماعه، رهيبه، طعمها فوق الرائع. سواء تعملوها بقى لحمه او فراخ،
هي وصفتنا خلصت على كده؟ لا استنوا استنوا، ده احنا لسه هنحلي كمان عشان نهضم بقى المشويات. تعالوا نعمل ليمون بالنعناع. معايا تلج، شرايح ليمون، عصير ليمون، اضيف عليهم كمان ربع كوبايه من الميه، وهجيب سيرب النعناع من فيتراك. خلي بالكوا هنا فيتراك عامله نوعين، حاجه اسمها سيرب النعناع اللي احنا بنضيفه ده، وفي حاجه تانية ليمون بالنعناع. لا انا عايزه السيرب بالنعناع مش الليمون بالنعناع. بعد كده اما تضيفوا كميه بسيطه، بتضيفوا بقى اي مياه غازيه لونها ابيض، مش عايزه اقول الاسامي طبعا عشان ما يبقاش اعلان، وتشربي احلى عصير ليمون بالنعناع. ودلوقتي حالا حالا، ايوه بصوا الكوبايه دي بقى، عارفين دي اسمها ايه في المحلات؟ اللي يعرفها ينزل حالا في الكومنتات يقول لي. مشهوره جدا باسمه، مشهور جدا الكوبايه الصغيره دي، بيقولوا عليها اسم كده. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك كتير وشير كتير، منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا المشويات ويحبوا الحبشتكنات اللي جنب المشويات. بحبكم جدا جدا، ودايما بستنى كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.